اتصل بينا المجاهد البطل ابو عزرائيل، طبعا نقل لي حاله غريبه. خلينا نشوف هذه الصوره، صوره اللواء وحيد كوفلي قائد مكافحه الارهاب في اقليم كردستان، او وان يكن فقط يتكلم بكردستان البرازاني، ربما ما معترف بالطالباني، ما لنا دخل بيناتهم. طبعا هذا بالبدايه كما قال لي ابو عزرائيل، قال هو صار عندي مصدر انه يعطيني واحد من معاوني، كان ببعشيقه، كان معاوني احد ابو بكر البغدادي. يقول فمن دخل قبضت عليه ولابس عسكري، يقول دخل قبضت عليه قوات الحشد الشعب المقدس هناك. يقول وانا اللي خابرتهم قلت لهم لا، هذا عندنا مصدر وعندنا قضيه. يقول لكن طب بفعل خياني وخطف 4 من ابطال الحشد الشعبي، 4، 2 من الاخوه السنه و2 من الاخوه المسيحيين اللي يشتغلون هناك من ضمن قوات الحشد. احدهم يقولون هو كما قال لي، انا فقط انقل، هو طبعا طلع الخبر بالسومريه، ظهر هو ايضا زود السومريه بالخبر بعد ما اتصل به. يقول احدهم تم قطع يده، والثلاثه الاخرين هو متصل، هذا البطل الكردستاني هذا اللواء وحيد كوفلي اتصل بهم وقال لهم ساقلع عيونهم وساقطع رؤوسهم وما ادري، ربما يكون داعشي لكن بهذا اللباس. انا اتصور ان هذا جزء من خيانه حقيقيه لما يحدث على العراقيين، وانا اتمنى ان السيد رئيس الوزراء يتدخل بهاي القضيه من اجل انه يخلص الباقين. يعني واحد منهم وصل مقطوع ايده، يقولون الاهله كما قال لي ابو عزرائيل. واتصور انه على الحكومه العراقيه ان تتدخل من اجل حفظ. طبعا بالمناسبه هم يقدرون الحشد الشعبي المقدس، يعني لا تصورون، يعني مو فقره هم، يعني لا تصورون اللي يواجههم بهاي القضيه يقدرون بمكان ال4 يخطفون 10 و40 ويقول لهم غصبا عليكم وطلعوهم. لكن القضيه احنا مو بلد مال ميليشيات، ولا بلد مال عصابات، ولا بلد مال مافيات، بحيث ان الواحد بكيفه انه عنده جنود وعنده هذا يخطف ويقتل وما حد يتكلم عليه. والله ليش؟ لان الدم العراقي عباره عن خلينا نقولها عن بوله بشط راحت. لا، هذا هنا يصير حساب بكتاب. هاي القضيه قضيه خطيره جدا. انتم ما دام انتم تقولون انه نقاتل والجيش العراقي، والسيد رئيس الوزراء حتى البارحه انا سمعته باذني هذا شكر قوات البيشمركه ووصفها بالبطله انها تقاتل وتحرر الاراضي وتعطي الشهداء. لكن من يطلع لنا هيك لواء ويخطف 4 من قوات الحشد الشعبي المقدس ويهدد بقتلهم، فانا اتصور هذا عباره عن مافيا كردستانيه او مافيا برزانيه ليس الا. انا اتمنى انه يكون هذا الموضوع على طاوله السيد رئيس الوزراء من اجل ان نفهم هاي القضيه، ولا تخلوها الطول. المواطن العراقي ترى يساوي العراق بالكامل، لا تتصورون المواطن العراقي فد شخص هامشي. خلينا نتعلم احنا كحكومه عراقيه، انتم من تسمعون هيك قضيه وقضيه تهم حياه مواطن عراقي مقاتل رايح منك ما ادري منين ما منين دا يقاتل، اتصور انه لازم تنتبه عليه وما تعوفه تطول يومين. والله ليش خميس؟ يعني قضيه خور عبد الله صارت مثل باكر، يعني من الخميس وبقت خميس وجمعه وسبت، انقلبت الدنيا، وبالاخير يا الله رئاسه الوزراء انتبهت على ان القضيه اخذت صدى اجتماعي وصدى جماهيري كبير وقضيه راي عام. يلا انتبهوا، هاي القضيه انا اتصور اهم من قضيه خور عبد الله لانها تهم مواطن عراقي، هاي ارواح حقيقيه. فانا اتصور انه على الحكومه العراقيه انه تسال هذا اللواء، هذا الخاطف، هذا الذي ربما يكون ارهابي بدل ان يحمل رتبه لواء. احنا ما تهمنا بعد الرتب، هذا العراق شوفنا ناس مخلي الرتب عمرنا ما شايفيها، لكن عباره عن خونه وجواسيس وعملاء وكل شيء بالكم، يعني خلوها صفطوها. لكن القضيه الان قضيه انه 3 مقاتلين بالحشد الشعبي المقدس حياتهم بالمحك بيد واحد عنصري شوفيني، واحد قومي لا يفهم الا هذه اللغه، لغه القوه. وانا اتصور انه كثير من الحلول موجوده، ونتمنى انه يكون هذا الحل اللي حكيناه اخر الحلول من اجل اقناع الاخر، لانه لا يسمع الا الى صوت البندقيه.